شوف 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 شايف كيف يا من جوا سلام. هوا 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 هيك لازم عن جد لازم تجربوها. سلام يا سلام، شي فاخر على الآخر. الريحة لا تصدق. هاي، كيفكم يا حلوين؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وبألف صحة وعافية يا رب. اليوم رح اعمل لكم عجينة معجنات كتير كتير طيبة، ورح تكون هشة وطرية، ويعني رح تاكلوا سبيع ايديكم وراها، واهم شيء انه رح تزبط معكم من اول مرة. خليكم معي لتشوفوا شو هي الطريقة. وهلا رح لكم شو هن مكونات العجينة. عنا هون 3 كبايات من الطحين المنخول، أنا حطيت 2.5 كباية بالجات ونص كباية بكاسة، 3 معالق كبيرة حليب باودر، 3 معالق كبيرة سكر، معلقة كبيرة خميرة، معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة ملح. وبالنسبة للسوائل عنا نص كباية من الزيت النباتي، وكباية مي دافية كتير. عندنا هون 2 كباية من الطحين، 2.5 كباية من الطحين. انا ليش حطيت هون 2.5 كباية طحين، ما حطيت 3 كبايات دغري فد مره هون؟ لانه انا يمكن ما عوز النص كبايه، يمكن عوز شوي منها هون بقلب الجار، مشان هيك بنحطها على جنب، واذا عزتها بحطها. هلا رح نحط المكونات الجافه كلياتها مع بعض. اوكي، هلا بنخلط المكونات الجافه كلياتها سوا. هلا بنيجي على السوائل. عنا هون نص كوب من الزيت النباتي هحطه. بدنا نعجن يا حلوين. انا بلشت ادعك العجينه كتير كتير منيح، حسيت انه شويه عم بتلزق. جبت النص الكبايه الموجوده حدري تركتها على جنب، قمت شويه كمشه منها رشيتها على العجينه وبلشت ادعك فيها. دعكتها بالجات، قلت احسن لي قيمه، وحطها على المجلة، رشيت شويه طحينه على المجلة، وبلشت ادعك كمان شوية العجينة لصارت العجينة قوامها ممتاز ممتاز ممتاز. يعني أنا تقريبا أخذت معي هالعجينة 2 و3/4 مش أكتر من هيك. وهون مثل ما نكون شايفين العجينة صارت جاهزة عندي، شايفين كيف القوام؟ يعني ما بقى تلزق معي وكتير طرية، وجدا هلأ حتلاقوها سهل كتير بالاستعمال. هيدي العجينة اللي عملتها بتعمل 14 قرص من المعجنات، منشان هيك أنا حضرت عجينة تانية وحطيتها على جنب. هيدا هو السر يلي أنا عطول بتبعه مع كل عجيناتي، وكل شي بعجنه هيك بعمل. 3 كبايات طحين بشيل نص على جنب، ما بحط 3 كبايات طحين أبدا أبدا أبدا، وإذا عزتهم بحطهم، إذا ما عزتهم ما بحطهم. اوكي، اللي عملته هلا انه جبت شوية زيت نباتي حطيتهم على الجات، مررت الجات كتير منيح، شلت شوي من ايدي وحطيت شوي على العجينة كرمال ما تلزق بالجات، ومن بعدها حطيتها بالجات وصارت العجينة جاهزة للتخمير. اوكي، اللي عملته هلا انه بس غلفت العجينة تبعيتي وححط لها البشكير، ورح حطهم وين؟ بالفرن، والفرن بيكون مطفي. اوكي، ما تكون راويينه يعني، بس لانه المطرح بيكون دافي. عنا هون ذرة، زيتون، بندورة، مشروم، فريش مشروم. انا حطيت شوية زبدة وقليتهم شوي لتغير لونه، فيكم تجيبوا علب مش مشكلة. وعندي فليفلة حمراء، فليفلة حمراء هون انا هو اذا في عندكم اخضر، واذا ما عندكم تستعملوا احمر، انا عندي كان احمر. وعندنا كمان هون الصوص للبيتزا. اوكي، وجبنة موتزاريلا، هيدا بالنسبة للبيتزا. هلا انا بدي اعمل كمان معجنات شخاطير على طلب زوجي حبيبي. بقى عباله معجنات هدول اللي بيجوا شخاطير. حطيت 200 جرام جبنة موتزاريلا، 200 جرام جبنة فتا، و200 جرام جبنة حنون. هلا خلينا بالبيتزا وقلكم شو بدنا نعمل بالبيتزا وشو لازم نجيب. بالاول رح احط هون الذرة، رح احط الزيتون،
هلا هون حطيت كل المكونات البيتزا. اوكي، بدي احط عليهم رشة ملح ورشة زعتر بري. واخلطهم. هلا بدي فرجيكم كيف طلعت العجينة. قطنيه يا حبيبي، قطنيه. معنا الفخ نفخ ما شاء الله. وهلا مثل ما انتم شايفين انا عفرغ الهواء من العجينه، حطيت شويه طحين على المجلة وبلشت افرد هالعجينه. والعجينه ما شاء الله قوامها غير شكل، يعني شايفين كيف دغري بتمد، وكتير كتير كتير سهل الشغل فيها. هلا فيكم تعملوها بيتزا كامله، وفيكم اذا بدكم تقطعوها قطع سواريه صغار. كمان بدي اقولكم على شغله كتير مهمه، انه دايما لما بدكم ترقوا العجينه ما ترقوها كتير كرمال تطلع معكم العجينه هيك هشه ومثل الهوا من جوا وفلافي. هلا انا هون حطيت العجينه السواريه على الصينيه، اكيد كنت حطيت لها ورقه زبده تحتها وحطيت عليها منشفه. وبعد 10 دقايق بكون رجعت كمان تتركوها تخمر يعني، وبعد 10 دقايق بترجعوا لها وشوفوا كيف بين عليكم هشه وطريه. شايفين كيف خامره؟ هذا القوام اللي لازم يكون موجود. هلا شو بنعمل يا حلوين؟ بدنا نفرد العجينة، نرجع نكبس نكبس نكبس. هلا انا هون عم طلع الهواء من العجين. كتير مهم انكم تتبعوا هالطريقه وما تنسوها، لانه اذا ما عملتوا هيك انتوا عم تخبزوها بتصير بتعمل بالونات العجينه هي بالفرن. بنحط الصوص هون، صوص البيتزا ححطهم كلهم وارجع لكم. هلا انا هون عندي صار حطيت كل الصوص جهزتهم هيك على السريع سريع سريع. بتجيبوا كمان تحطوا من تحت رشة جبنة موتزاريلا، مش كتير لما نرجع نحط بالنص التبلة، ومن فوق نرجع نحط الجبنة مرة تانية. أنا هون من بعد ما حطيت الجبنة على كل البيتزا بلش أحط الخضرة اللي هن عبارة عن بندورة، زيتون، فلفلة حمراء، ذرة، ومشروم، وأكيد ما تنسوا الملح ورشة الأورجانو كتير مهمة. ومن بعد ما حطهم كل هالمكونات بحط فوق البيتزا برجع رشة جبنة حتى تضلها كامشة الخضرة وخلص. هيدي طريقة البيتزا السواريه. إذا ما بتزبط معكم ما بيكون اسمي ساندي. لازم تزبط معكم، ما في مجال. عن جد كتير 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 طيبة. هو النفس. إذا نفسك طيب بيطلع طيب. واكيد اذا بتتبع طريقه ساندي كيف بيطلع طيب. أكيد إذا تربعتي طريقتي ظابطة ظابطة ما في مجال. شكلين ما في. أنا اوريدي محمية الفرن على 250 درجة الحرارة 250. حميته يعني صار لي شي 10 دقايق محميته الفرن، يعني كتير حامي. ححطهم بالفرن كمان ما بدهم وقت، يعني دغري بيستووا، ما بدهم كتير وقت، 5 دقايق ماكسيموم. خلوا عينكم عليهم. وهلا بقولكم قديش اخذوا معي وقت. نقول لهم فوتوا بامان الله. وهلا صار لها البيتزا 5 دقايق بالفرن. اوكي رح نفتحها هلا نعمل عليها تشيك. اوه ما شاء الله ما شاء الله يا سلام. وين تبعت وين تبعت ليكا هون ليكا. تعال نعمل تشيك اب عليها نشوف كيف بتعرفوا انه البيتزا استوت. تفضلي شوفوا من تحت كيف بتكون. ما شاء الله. شوف حبيبي، شفت من هون كيف؟ شفت؟ والله رح تاكلوا صبيعكم وراها. هم. شو رايكم نجرب اقدمكم؟ وهيدي البيتزا صارت عنا شو جاهزة. رح فرجيكم كيف بتكون مثل الهوا. اوبس وقعت، ما بصير نشيلها.
شوف حبيبي، شوف شايف كيف يا من جوا؟ سلام. هوا هيك لازم تكون. شي فاخر على الاخر. اوكي، وهلا مندوق. عن جد لازم تجربوها. اكتبوا لي تحت بالكومنت شو رايكم فيها. كتير طيبة، كتير عن جد كتير. عن جد استحلينكم معنا. عندي هون هذا الزعتر، هذا الزعتر أنا عملته يعني. أنا خلطتي شو هي خلطتي؟ شو بحط فيها؟ بحط فيها شوية شو يا حبيبي؟ سماق، شوية سماق، وشوية شو؟ ملح الليمون، شوية ملح كمان، وزيت زيتون، وكتروا. اوكي وهلا بدنا نحط شوية زعتر على العجينة. عندي بنتي أنابيلا غرام الزعتر، يا عمي هالبنت عربية أصيلة، بتحب النكهات العربية جدا. يمكن يعني أنا معودت عليها من هي وصغيرة، فكتير كتير 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 بتنبسط بس تعمليها هيك شي طبخات. على فكرة أنا ولادي معودتهم على الطبخات، يعني مع إنه بحبوا الطبخ الحمد لله، وبحبوا النكهات العربية جدا. وهلا رح احط شوية زعتر بالفرن كمان مثل البيتزا، بتنطر عليها شوي. وهلا خلصنا ايش؟ يا سلام يا سلام. شي فاخر على الاخر. الريحة بصفر الريحة، الريحة لا تصدق. ريحة خطيرة يعني خطيرة. وهلا بدي اعمل لعجينة الشخاتير، بس قبل ما اعمل حقلكم على سر، ما بعرف هلا اذا هو سر، انا بعرفها لانه هي طريقة من زمان هيك متبعتها. بدكم تجيبوا لتحمر معكم من فوق العجينة، بدكم تجيبوا شوية حليب وبتحطوا بتجيبوا شوية نسكافيه. هلا كثير منكم حيقولوا هي بركي طعم وبركي ما طعم ومدري شو. جيبوا معلقة نسكافيه بتحطوها بالحليب وبتذوبوها. هلا انا شو عملت؟ حميت الحليب والحليب اوريدي ساخن عندي، حطيت فوقه نسكافيه، يعني ما حتحسوا بالطعم ابدا. صدقوني رح تطلع معكم اطيب من انكم تدهنوها بالبيض، يمكن تزنخ معكم، يمكن ما بعرف. انا جربتها بالبيض مره وما حبيتها، حسيتها زنخت شوي، فاتبع هذه الطريقه ومدت معي وخلص ما عرفت اتبعها غيرها. اذا حتتبعوها حتضلها ماشيه معكم الطريقه. هلا هون انا اللي محضرتهم هون الجبنه اللي هي الموتزاريلا والفيتا والحلومي. ما حاتركهم هيك، اكيد بدك تحطوا شويه شو بقدونس، وتحطوا كمان حبه بركه. حبه البركه هذا حبه البركه على الطلب، اذا حبيتوا تحطوا حطوا، ما حبيتوا تحطوا ما تحطوا على الطلب. رح اعمل هلا معجنات على شكل بوت. هلا اللي رح تعملوه شيء كتير هين، شيء كتير سهل، بس بتبدوا العجينه بالطول، مش بدل ما تعملوهم على شكل دائره، ما بدنا اياها على شكل دائره، هيك بالطول. وبتجيبوا شويه تبله، اوكي، وبتحطوها هون. بعدين شو بتعملوا؟ من الاطراف بتسكروا، رجعوا بتسكروا وبتسكروا، اوكي، صار شو؟ مثل البوت. وهلا خلصت الشخاتير تمام، وراح احط لهم شو؟ الخليط السحري يلي ما تخافوا ابدا، عن جد ما تخافوا ابدا تحطوا من هذا الخليط اللي هو الحليب والنسكافيه، ما تخافوا ابدا، لانه عن جد ما رح تحسوا ابدا بالطعم. اوكي، دهنوا اطرافها، اوكي، او قلبكم، يعني ما انه تقولوا يي شو عامله،
شو عاملة؟ جربوا بإيدكم لتعرفوا إنه أنا ما عملت شيء إلا كل خير. عن جد إنه لشو البيض؟ بشرفك حبيبي، لشو البيض؟ بتزنخ. كتير بتزنخ. الحليب تبقى خفيف ما لها طعمة مع القهوة خلصت. على اسألها مجرب ولا تسأل حكيم. وهلا صارت عندي صينية جاهزة. هاي هي صينية الشخصية. رح قدامكم فرجيكم قديش شهية. شوفوا لي على هذا اللون يا حبيبي، شوفوا لي على هذا اللون. يا سلام، مرة منيح. شفتوا كيف تعطي لون؟ تعطي لون ولا أروع، وبنفس الوقت ما لها طعمة. رح قدامكم شوفوا قوامها. هوا 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 احترقت. اوه شايفين المعجون كيف؟ مثل الهوا. ورح دوقها قدامكم. والله ما إلها طعمة نسكافيه أبدا. كتير طيب. وبهيك بكون خلصت. إذا عجبكم الفيديو تبعي ما تنسوا تعملوا لي لايكات كتير وسبسكرايب وشير، وأنا بحبكم كتير.